يا جدعان احمد السقا ماشي على الدائري بالكاريتا بتاعته. الله ينور يا نجم، منور يا نجم والله حبيبي يا باشا. اهو ما طلعناش واحنا كويسين، احنا تمام. انا بحبك بتاعي. عشرة العودة. أمها إنجليزية وأبوها كان كوافير الأميرة فوزية، وسابت كلية الطب وعندها مرض نادر في الرئة، وجالها اكتئاب وراحت لأكتر من دكتور نفسي، واتطلقت من السقا بالتلاتة، وبتعيش قصة حب مع طارق صبري أسرار لا تعرفها عن عمها الصغير. اتولدت سنة 80، أمها إنجليزية مصرية، وأبوها الكوافير الأسطورة محمد الصغير اللي كان شغال مع خاله المكير عند الملكة فوزية أخت الملك فاروق. والأميرة عجبها شغل محمد وطلبت منه يسافر فرنسا يتعلم بره على إيد خبير في باريس، ورجع بعد كام سنة وفتح بيوتي سنتر وبقى كوافير عالمي، والمحل بتاعه بقى يجيله زباين من كل حتة، لحد ما قابل حب حياته واتجوزها وخلف منها مع مصطفى. ووالدتها اتولدت في انجلترا وعاشت فيها 20 سنة، فكانت عارفة قيمة التعليم، واتفقت مع محمد انهم يدخلوا ولادهم احسن المدارس في مصر، وهو وافق ودخل معها مدرسة انترناشونال، ووقتها ما كانش فيه غير 3 مدارس زيها في مصر كلها. ورغم انها كانت في مدرسة كبيرة الا انها تعرضت للتنمر كتير جدا بسبب شغلانة ابوها، واصحابها في المدرسة كانوا بيقولوا لها يا بنت الحلاق. ومحمد الصغير كان واخد الكلام ده دافع ليه علشان يكبر شغله ويكون هو رقم 1 في السوق، بس ده جه على حساب البيت، والخلافات بينه وبين مها مراته كترت فانفصلوا عن بعض. ومحمد خد معه ومصطفى يعيشوا معاه. الصغير ما أثرش في حق تعليم ولاده نهائي لحد ما مها جابت رقم كبير في الثانوية ودخلت طب عين شمس، لكن سابت الكلية بعد أسبوع واحد بس لما دخلت محاضرة في المشرحة، فقررت إنها تنقل الجامعة الأمريكية وتدرس إعلام وصناعة سينما. ومها كانت بتحب تركب خيل جدا، وده الطريق اللي جمعها بأحمد السقا لما شافها في تالتة كلية، والنظرات كانت رايحة جاية ما بينهم لحد ما بقوا صحاب واعترفوا لبعض بحبهم. في يوم مها كلمته الساعة 5 الفجر وقالت له أنا جايلي عريس، وساعتها السقا قفل معاها واتصل بأبوها صحاه من النوم وقال له أنا عايز أتجوز بنتك. وأبوها كان رافض في الأول علشان بنته لسه صغيرة عندها 20 سنة، لكن وافق بعد كده وعملوا الفرح وخلفوا 3 أولاد، ياسين ونادية وحمزة. وفترة من الفترات لبست الحجاب لكن قلعته تاني، وبسبب الخلافات الكتير اتطلقوا مرتين في السر، محدش يعرف حاجة. وجالها مرض مناعي في الرئة من كتر القهر والزعل وبتتعالج منه في لندن. ورغم انهم كانوا منفصلين الا ان السقا كان بيقف جنبها وهي بتتعالج وما سابهاش ولا لحظة. ولما رجعوا لبعض تاني الغيرة كانت مدمرة حياتهم، ومها كانت خلاص طفح بيها الكيل وما كانتش قادرة تستحمل، واعترفت وقالت ان الغيرة جزء كبير من المشاكل وتدهور العلاقة بيني وبين احمد، وبسبب اللي كان بيحصل كانت بتروح تتعالج عند دكاترة نفسيين. ده غير ان جوزها ما عندوش وقت ليها، دايما في شغله، وفات فراغه بيبقى قاعد مع الخيل في الاسطبل. وعشان كده مها قررت انها لازم تشغل وقتها، وهم منها تشغل نفسها عنه، ومنها عندها حاجة تتسند عليها لو انفصلت عن السقا. ودلوقتي كل الأخبار بتقول إن مها على علاقة بالفنان طارق صبري، وإنهم متفقين على الجواز، والإعلام مجرد مسألة وقت مش أكتر، وده عامل حالة هياج عند السقا ومخليه يتصرف بطريقة مش طبيعية زي المجنون. انتوا بقى قولولنا ايه رأيكم في مها الصغير؟